كابتن، يعني باعتبارك أحد اللاعبين الأوائل في العراق اللي احترفوا خارج العراق ومثلوا الكرة العراقية في دوريات أخرى، كيف تنظر إلى واقع الاحتراف في الوقت الحالي؟ وهل هو نعمة للكرة العراقية أم نقمة عادت بالسوء على الدوري العراقي وعلى الأندية العراقية وحتى على مستوى المنتخب الوطني العراقي؟ شوف، هو بيها جانب ايجابي بيها جانب سلبي. الجانب الايجابي انه مثلا الان بعض اللاعبين بدأوا يرجعون يلعبون بالدوري، لان يلقى مثلا وضع مادي جيد، والانديه مجبوره تريد يعني اكو انديه عندها من الامكانيات تحاول انه تنظم عملها الاحترافي بحيث تجيب لاعبين، وموجودين مثلا نور صبري رجع، جاسم غلام رجع، رزاق فرحان رجع، احمد مناشد رجع، يعني لاعبين اكو لاعبين. احنا بدنا نحكي شويه كره قدم اكثر من باقي الالعاب، لكن هو هذا الحاصل للاسف. يعني رجعوا ليش؟ لان اكو مبالغ جيده بالانديه، لكن هذه تحملها تكاليف. زين النادي ما قدر يلتزم بهذا الشكل ويراد لها عمليه تنظيميه. هذا اللاعب هم يريد له ملعب ثيل جيد، يراد له اعلام يغطي بشكل جيد، فهذه العمليه يعني يحتاج لها الى تنظيم اكثر. وقلت لك هو الموضوع كله يتعلق بدعم الدوله والجانب المادي للانديه. هذا ممكن انه اليوم تعلن احتراف وانت يعني تقدي الفلوس للانديه. نعم. كابتن أحمد، وصلنا الآن للحديث عن نادي الزوراء، لكن قبل أن نخوض في نادي الزوراء نأخذ هذا الفاصل وبعدها نتوصل مشاهدينا إلى فاصل ثم نعود. شاكر براسه، وميض منير، ترتدم شاكر محمود، هذا شاكر مرة أخرى، ممتاز أحمد راضي، الهدف الأول للفريق العراقي في الدقيقة. يلعب كرة، جول! الدقيقة 57 يسجل الهدف الأول للفريق العراقي. النتيجة الآن 2-1 لبلجيكا. شوف أحمد راضي على الزاوية البعيدة ويسجل الهدف الأول للفريق العراقي. الفريق العراقي ب10 لاعبين يسجل هدف. مشاهدينا، عدنا وإياكم للحديث مع الكابتن أحمد راضي في حوار في الرياضة، ووصلنا مثل ما ذكرنا إلى نادي الزوراء. نادي الزوراء مثلت أحمد راضي في كثير من المواسم وكنت اسم من أسماء النادي، إلا أنه في فترة من الفترات يعني يمكن ابتعدت عن النادي. المشاهدين والمتابعين ربما يتساءلون لماذا لم يتولى أحمد راضي مسألة الهيئة الإدارية لنادي الزوراء. وبصراحة احنا سمعنا في أكثر من وسيلة من وسائل الإعلام بأنه أحمد راضي سيتولى مهمة الهيئة الإدارية لنادي الزوراء، إلا أنه الموضوع تغير بعد مجيء الكابتن فلاح حسن. ممكن تحدثنا عن هذه التفاصيل؟ طبعا في 2007 وزارة الشباب خلت خطة لإخراج أحمد راضي من رئاسة النادي عن طريق أنه تفعيل الانتخابات لكل الأندية. بالتالي كان الوضع الأمني سيء جدا، بحيث وصولي إلى الانتخابات يعني مهدد بشكل كبير، وحقيقة جتني رسائل وتهديدات في حالة وصولي إلى بغداد. هذه العملية طلبت من عندهم فقط أنه يا أخوان خلوا نكون في مكان آمن، خلوها في المكانات الصور، خلوها في مكان غير آمن حتى لا أجي. كل هذا مخطط كان له من قبل وزارة الشباب، وناس معروفين من هذا، وحتى المجتمع الرياضي يعرف، وحتى جمهور الزوراء يعرف تفاصيل هذا الموضوع. المهم أنا قلت طالما أنا راح أواجه صعوبات وإعاقة، خلي من يجي يستلم النادي. استلموا هيئة إدارية، فشلت هذه الإدارية وتبذرت الأموال، وصارت هنالك يعني فساد إداري ومالي في هذا الموضوع. بدأ الجمهور يحملني مسؤولية هذا الأمر، أنه ليش ابتعدت. أنا ما ابتعدت برغبتي، أنا اجبرت على وقصيت. لكن في الوقت اللي كان ممكن أنه بعد أنه كانت اتصالات بينه وبين الهيئة العامة، طلبوا الهيئة العامة من وزارة الشباب أو عملوا مؤتمر لإقالة الهيئة الإدارية، وصارت وكمل النصاب، وتم رفع مذكرة إلى وزارة الشباب من خلال اجتماع الهيئة العامة بتوصية بحل الهيئة الإدارية وإجراء انتخابات.
القانون يقول قانون الأندية خلال يومين وزارة الشباب تحل الهيئة الإدارية وتعلن عن انتخابات من خلال لجنة مؤقتة أو هيئة مؤقتة. لكن هذا ما صار. ليش؟ لأن وزارة الشباب تعرف أنه أحمد راضي راح يوصل، راح ينتخب، لأنه هناك ظلت تموع بالأمر وتسوف بالأمر إلى أن يعني فكروا أن يجيبون فلاح حسن من أمريكا حتى يجيبوه، يردون يخلوه رئيس نادي، حتى أحمد راضي ما يصير رئيس نادي الزوراء. ومع ذلك أنا ما عندي مشكلة ويا فلاح حسن، بالعكس من قالوا فلاح حسن قلت لهم خير ما اختاره وخلي فلاح حسن ما دام هو ابن النادي ويجي نأمل له إن شاء الله النجاح وإحنا نساعده في هذا الموضوع. ونسيت هذا الموضوع، وأنا اليوم يعني مستعد أن أقف مع فلاح وكل الأمور اللي يحتاجها النادي لخاطر الجمهور، لخاطر تأريخه، لخاطر الوقفة اللي وقفها وياي جمهوره. أنا ممكن أساعد مع فلاح وحتى غير فلاح، لكن أنه يكون عملية إقصاء وتهميش بهذه الطريقة حقيقة للأسف هذه العقلية احنا ما اليوم يعني هذه مشكلة قد تكون صغيرة بالنسبة للرياضة والمجتمع اللي الآن نعيشه، لكن أكو يعني هاي الثقافة أصبحت واسعة في المجتمع، ولذلك أكو ناس كثيرة تضررت من هذا الموضوع على المستوى السياسي والثقافي والتجاري، وحتى عيش المواطن في الشارع بدأ يحس هذا الموضوع، أنت من فلان، أنت من فلان، أنت تابع لفلان. هذه المسألة يعني هدفنا أنه نبعد هذه الثقافة بإبعاد هذول المسؤولين اللي هم يرسخون هذه الثقافة. طيب كابتن، يعني نادي الزوراء من الأندية اللامعة في الدوري العراقي الممتاز، لكن شاهدنا أنه هذا الموسم المنصرم يعني نادي الزوراء انتابت الكثير من المشاكل والكثير من المعوقات، بدرجة أنه يعني تغير الهيئة التدريبية، الكادر والملاك الفني تغيروا، الكثير من اللاعبين هجروا الفريق، إلا أنه رغم هذه الكبوات يبقى جواد أصيل وتمكن من الوصول إلى المربع الذهبي. هل يا ترى بالإمكان لنادي الزوراء أن يعود وينهض من جديد مثل ما كان الزوراء زوراء؟ هذا اللي نأمله إن شاء الله الكابتن فلاح الآن، وأنا أعتقد وزارة الشباب يعني وقفت معه بشكل جيد، وأيضا وزارة النقل أيضا وقفت معه بشكل جيد، وكان هنالك دعم من التي بي آي البنك أيضا عقد جيد، وأيضا سمعت أنه هنالك كثير من الوزارات دعمت الآن تقريبا كل الحجج أصبحت يعني بعيدة عن مسألة وجود النادي أو تطور النادي. هنالك اللاعبين أيضا أبدوا رغبتهم بالعودة إلى النادي اللي خرجوا من النادي بسبب الوضع المادي والفساد الإداري اللي كان موجود. يعني راح يبين عمل الإدارة هذه في الموسم القادم، كيف راح يبنون فريق جيد إلى سمعته ويعيدون. يبقى هذا عمل فلاح حسن والإخوان الموجودين. نعم. كابتن، يعني قبل قليل تحدثت عن المدينة الرياضية في البصرة، وكان هذا من ضمن أسئلة البرنامج حول ما إذا كان بالإمكان للعراق استضافة بطولة الخليج العربي، كأس الخليج العربي، فهل بالإمكان أنه تكتمل هذه المدينة الرياضية بالموعد المحدد واستقبال الوفود العربية المشاركة في هذه الدورة؟ والله يعني احنا لحد الآن يعني فقط نسمع أخبار أنه المدينة الرياضية تجري أمورها بشكل جيد، وأنه العمل جاري، وأنه سيتم تسليم في الموعد المحدد. كل هذه يعني ممكن في لحظة من اللحظات يقول لك والله العمل يعني نقص، أو هنالك تمويل ضعيف، أو أنه الوقت المحدد سيطول. هذه بعد يعني ما نقدر نطي بها أو ما نقدر نتحدث عن هذا الموضوع إلا يكون أمر واقع. مسألة مشاركة الفرق الخليجية، تعرف الأخوان في الخليج العربي إذا ما كانت هنالك حالة تنظيمية وحالة أمن واستقرار لا يمكن أن يشاركوا. يعني من سابع المستحيلات يجي يجازف فريق من أي دولة خليجية للمشاركة إذا ما كان هنالك استقرار تام ويكون هناك عملية تنظيمية، وليس فقط بناء المنشآت، أكو خدمات، أكو فنادق، أكو نقل إعلامي، أكو تهيئة مستلزمات. كل هذه الأمور يجب أن تكون على أعلى درجة حتى يجون للمشاركة. المسألة الأمنية، وضع الفرق، تنقلهم، كل هذه الأمور. نعم. باعتقادي نأمل إن شاء الله أنه تخلص المدينة الرياضية، والصور اللي شفناها الزاهية بنفس الطريقة وبنفس الفينيشنج ونفس
الكواليتي اللي هم قدموه، لأنه أنا أعرف أنه هي المفروض تكون شركة أمريكية، بعدين الشركة الأمريكية أعطتها إلى يعني شركة عراقية، وإحنا نعرف أنه الإمكانية العراقية قد تكون محدودة في عملية الفينيشنج والبناء. نأمل أنه تكون الدورة بطولة الخليج في البصرة، وهذا شرف أنه إذا كانت، ونعتبره مكسب حتى